اتكلمنا في فيديو سابق هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو عن أسرع وأقصر الجوازات في الوسط الفني، وشفنا إن الجوازات دي كان مدتها أقل من سنة، بل بعضها اتحسب عمره بالساعات. والنهارده هنتكلم على النقيض، هنشوف أطول جوازات في الوسط الفني. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. المشهور عن الوسط الفني هو صعوبة الحفاظ على الاستقرار الأسري واستدامة الجواز، وشفنا حالات جواز وطلاق كتيرة بين الفنانين، لكن دي مش القاعدة. فبين حالات الجواز والطلاق الكتيرة في جوازات صمدت واستمرت لفترات طويلة جدا عدى بعضها 50 سنة، وهنذكر منها ميمي جمال وحسن مصطفى. ما كانش فرق السن لوحده فقط هو السبب في رفض والدة ميمي جمال من جوازها لحسن مصطفى، لكن كمان لأن حسن مصطفى كان متجوز قبلها ومعاه أطفال، وعشان كده رفضت والدتها ارتباطهم بشدة. لكن علاقة الحب اللي ربطت بينهم كانت أقوى من أي معارضة. لكن ميمي أصرت على الجواز من حسن مصطفى اللي شافت فيه العوض عن أبوها اللي فقدته هي في سن صغيرة، وبالتالي شعرت معاه بالأمان والحنان طمأنينة. استمر جوازهم لمدة 49 سنة وانتهى بوفاة حسن مصطفى سنة 2015. أما الإعلامية بوسي شلبي فوقعت في غرام الساحر محمود عبد العزيز رغم فرق السن اللي بينهم ورغم انه كان متجوز، وقالوا ان مرات محمود عبد العزيز تبقى صاحبة بوسي شلبي. المهم بوسي شلبي حلمت حلم انها اتجوزت محمود عبد العزيز، وكانت بتحرص على الناس تتصور معاه في اي مناسبة. حلمت حلم وصدقته، وفي النهاية حققته واتجوزت محمود عبد العزيز اللي وقع في شباكها او هي وقعت في شباكه. واستمر جوازهم لمدة 18 سنة وما تفرقوش عن بعض الا بوفاة الساحر محمود عبد العزيز بعد 18 سنة جواز. اتناولت السينما علاقة الأستاذ بالتلميذة أو حب الأستاذ للتلميذة والتلميذة للأستاذ، لكن الحقيقة ده ما كانش على شاشة السينما فقط، ولكن كمان كان في الواقع. أما ارتبطت التلميذة روجينا بأستاذها أشرف زكي في معهد التمثيل. أما دخلت روجينا معهد التمثيل شافها أشرف زكي وتعلق بهواها من أول نظرة، لكن روجينا كان طموحها كله في التمثيل وكان نفسها تبقى ممثلة مشهورة، ومن المدخل ده قدر أشرف زكي يتقرب لها، أما أسند لها دور في مسرحية من المسرحيات وبالتالي بقى قريب جدا منها. لكن رغم المحاولة دي إلا أن روجينا صدته، فاتضايق منها أشرف زكي وخرجها من المسرحية وأسند دورها في المسرحية لحنان ترك، بس فضل متعلق بروجينا وبيفكر فيها ليل ونهار، فأصر على أنه يتقدم لها. رفضت روجينا في البداية، لكن أشرف زكي قال لها أنه رايح عمرة وهيرجع هو وأهله عشان يتقدم لها مرة تانية، فكري على بال ما ارجع. وفعلا اتجوزوا وكان فرق السن بينهم 12 سنة، واستمر جوازهم لمدة 29 سنة. المطرب الكبير هاني شاكر كان له معجبين ومعجبات كتير، ومن بينهم نهلة توفيق اللي كانت معجبة بيه جدا. وفي يوم حضرت أحد الأفراح واتفاجئت بأن هاني شاكر بيحيي هذا الفرح، ورغم أن جوازهم يعتبر جواز تقليدي أو جواز صالونات لأنه شافها في الفرح واتبادلوا النظرات، وبعد كده اتقدم لها هو وأسرته، واستمر جوازهم 41 سنة. بيقولوا في المثل ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، والمثل ده انطبق على يحيى الفخراني ومراته لميس جابر اللي بدأت علاقتهم ببعض بخناقة وانتهت بجوازها. ففي يوم اتخانق يحيى الفخراني مع واحدة صاحبة لميس جابر اللي اتضايقت جدا وأخذت موقف من يحيى الفخراني لدرجة إنها عملت نفسها مش شايفاه وهو رايح المسرح. لاحظ يحيى الفخراني إن لميس مطنشاه ومش مدياله وش، فراح لها وقال لها أنت زعلانة مني من ساعة الخناقة إياها؟ قالت له ما يصحش إن واحد يكلم بنت بالطريقة دي. قدرت لميس إنها تفهم شخصية يحيى الفخراني وعرفت مفاتيح شخصيته، ومن المنطلق ده قدرت تحتويه، واستمر جوازهم لمدة 50 سنة رغم اختلاف طباعهم واختلاف شخصياتهم وكمان اختلاف ديانتهم. وقع الكوميديان محمد هنيدي في حب مراته عبير سري من أول نظرة، واستمر جوازهم لمدة 24 سنة كاملة أثمر عن إنجاب بنتين وولد. جمع فيلم حكاية 3 بنات بين حسن يوسف وشمس البارودي اللي جوزوا بعد هذا الفيلم، واستمر جوازهم 51 سنة. أما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فاتجوزت من الفنان الراحل سمير غانم سنة 1984 بعد قصة حب استمرت 4 سنين قبل ما يتقدم لها سمير غانم ويطلبها للجواز. استمرت جوازة الفنانة مها أحمد بالفنان مجدي كامل لمدة 27 سنة، أنجبوا خلالها أولادهم أحمد وعادل. سنة 1998 اتجوز الفنان محمد رياض من الفنانة رانيا محمود ياسين. سنة 2002 اتجوز الفنان أحمد حلمي من الفنانة منى زكي، وخلفوا ولد وبنتين هما ليلي وسليم ويونس. وتعرض جواز الفنان أحمد حلمي ومنى زكي لشائعات كتير حوالين طلاقهم، لكنهم كانوا بيسكتوا وما بيردوش على الإشاعات دي نهائيا، وكانوا بيوصفوا الكلام ده بأنه كلام سخيف ما يستحقش التعليق. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.